رافال العالمي. تعالوا الأول نشوف مكونات الكرتونة من جوه. أنا عندي الخلاط بتاعي 1800 واط فعلي زي ما احنا متعودين مع رافال. بعد كده عندي الدورق بتاع الخلاط 2 لتر وده أكبر دورق موجود. عندي المطحنة بتاعتي نص لتر، مطحنة كبيرة جدا، أنا اتخضيت منها افتكرتها دورق تاني والله للخلاط ما شاء الله. ما تنسوش حاجة يا جماعة، كتير قوي بيكتبوا على الخلاط بيكتبوا مثلا 5000 واط، بيكتبوا 10000 واط، ده كلام فارغ، ما بيديكيش ربع اللي مكتوب. احنا معانا في رافال لما يكتب لي 1800 واط قوة الموتور هو فعلا بيديني 1800 واط. وزي ما انتم شايفين القاعدة بتاعة الخلاط تقيلة جدا، هي اتقل وزن موجود ما شاء الله. بصوا المطحنة قد ايه شايفين، ومعاها كمان المعلقة دي اللي بنقلب بيها المحتويات بتاعة الشفشة. تعالوا شوفوا بقى الموتور بتاعنا، بسم الله ما شاء الله. الخلاط يا جماعة هيبقى تحفة فنية جوه البيت، شوفوا جمالها، بصوا شكل الخلاط عامل ازاي، كل المواصفات اللي فيه 10/10. نص لتر ده كده حجم المطحنة، بصوا قد ايه ما شاء الله. الغطا بتاعها محكم جدا، شايفين الشفرات بتاعتها ستانلس ستيل اصلي ضد الصدأ. بصوا الجلب نحاس عمرها ما بتبوظ ما شاء الله. غير كده وكده الصيانة في رافال يا جماعة الصيانة منزلية. عارفين يعني ايه منزلية؟ يعني لو في اي حاجة بتتصلي بيجولك لغاية عندك، ما بتشيليش الجهاز وتروحي بالشركة. بصوا الدورق الاتنين لتر عامل ازاي، شايفين الفينش والتقفيل، شايفين الغطا عامل ازاي، شايفين حجمه من جوه. ادي السكاكين بتاعته برضو ستانلس ستيل اصلي، وبصوا الجلب النحاس عامله ازاي، شايفين القاعده كمان مصمم بطريقه تخليه ثابت جدا في القاعده بتاعه الخلاط، ما تخليهوش يتهز ابدا، ما تخليهوش يسرب لا قدر الله ولا اي حاجه من الكلام ده كله. معاه بقى الاداه البلاستيك دي اللي بنقلب بيها الخلاط من جوه. تعالوا شوفوا بقى القاعده نفسها، في الاكرة سرعات متعدد السرعات ما شاء الله. وبعد كده الزراير بتاعته، وشايفين القاعده دي حكايه ما شفتهاش في خلاط قبل كده. بجد انا شايفه ان خلاط رافال مواصفات عالميه بجوده وسعر في منتهى الجمال، جوده وسعر بقى ما اقولكوش. دي كده المحتويات بتاعتنا. الضمان بتاعنا 10 سنين ضمان على دورق الخلاط اللي ما بيتكسرش ضد الكسر، و3 سنين ضمان على الخلاط كله. تعالوا نشوف هنعمل ايه في المطحنه. جربت الكبابه الصيني لان هي اصعب انواع التوابل اللي ممكن تطحن في البيت، عمرنا ما بنجيبها حصى ابدا، على طول بنجيبها بودر ناعمه، طبعا تبقى كتير مغشوشه لان احنا ما بنقدرش نطحنها في البيت. فقلت دي اصعب حاجه اقدر اختبر بيها المطحنه بتاعت خلاط رافال. تعالوا نشوف عملت لي ايه بقى في الكبابه الصيني الناشفه جدا الصعبه جدا دي. بصوا شايفين الزراير بتاعته عامله ازاي، والسرعات بتاعته في منتهى الجمال ما شاء الله. مريح جدا في الاستعمال، قوي جدا جدا. وزي ما قلت لك اهم حاجه عندي في الدنيا يا جماعه خدمه ما بعد البيع، الصيانه مهمه جدا. بصوا الكبابه الصيني بقت بودر ناعمه ما شاء الله. تعالوا كده نشوفها. ايه ده بقى، شايفين تحفة 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 ما شاء الله عليها، أنا مش مصدقة النتيجة. طب تعالوا للأصعب بقى، اختبار صعب جدا جدا، عمرنا أبدا أبدا ما نعرف نطحن لحمة في مطحنة الخلاط. طب إيه رأيكم دلوقتي، أنا جبت كده حوالي ربع كيلو لحمة وقلت تعالوا نجرب المطحنة نشوف هتفرم اللحمة ولا لأ. إيه اللي حصل بقى، خدت الأول كام حتة حمرة كده ما فيهاش دهون، قلت أجرب يا ستي الأول ما تعبش المطحنة على الفاضي. لقيت اللحمة الحمرة بصوا اتعملت إزاي، اتفرمت معايا ازاي في مطحنة الخلاط، شايفين ما شاء الله. دي كده اللحمة الحمراء. من الافتراء بتاعي بقى ومن ثقتي في المنتج قلت اجيب اللحمة بدهنها اللي فيها عروق وفيها الدهن، وقلت نجربها ونشوف. والله مع اول تكة على طول ما كملتش تاني فرمتها لي وزي الفل. ايه ده يا جماعه، يعني انا معنى كده ان المطحنه ممكن استخدمها كمان كب افرم فيها اللحمه اهي. شغلنا على عينك يا تاجر زي ما انتم شايفين ما شاء الله المطحنه الشقيه. تعالوا بقى للكينج بتاعنا، اكبر دوره، بصوا اطول مني اهو. هطحن فيه التلج؟ لا تلج ايه، تلج ده للخلاطات السيسي لاي كلام، احنا هنعمل اكتر من كده. برطمان مربى، البرطمان اللي بيبقى تخين جدا جدا وصلب جدا جدا. والله عايزه اقول لكم بحط البرطمان وانا خايفه، الله اعلم ايه اللي هيحصل، انا زيكم. تعالوا نشوف من اول دوره، بسم الله بسم الله بسم الله. وخلي بالكم ورقه المربى هي كانت ملزوقه على البرطمان، لان الورقه دي الحاجه الوحيده اللي هتتبقى منه يا عيني
واحنا اللي ضربنا البرطمان في الخلاط يا جماعة. بصوا، بصوا، شايفين الدخان بتاع الازاز عامل ازاي؟ البودر بتاع الازاز بقى بودر خلاص. البرطمان شكرا، ولا كلمة بقى. معقولة الخلاط اللي يعمل لي برطمان ازاز بالشكل ده ما يجرش تلج؟ ده يجرش تلج ويجرش، ده يجرش ايه يعني؟ حطي فيه اللي انت عايزاه. شوفوا المنظر. وخلي بالكم يا جماعة، اهم حاجة سيبكم الخلاطات اللي بتقعد تعمل اعلانات وازازة بيبسي ومش ازازة، مش لا. البرطمان زي ما انتم شايفين بقى بودر كده. وخدمة ما بعد البيع هي اهم حاجة معانا. اوعوا تفكروا تجيبوا حاجة مستوردة ولا صيني ولا مش صيني، هتدوخي بيه بعد كده. بصوا اللي اتبقى من البرطماني الورقه بتاعته. ده كده الخلاط بتاعنا، خلاط رافال. الله ينور. انا بجد مبهوره بيه ومبهوره بالاختبارات الصعبه جدا اللي عملتها فيه، ونجحت جدا جدا ما شاء الله. وسعره في متناول الايد. بجد خلاط رافال هيبقى جوه في قلبي.